هشام تعالى بسرعة. هات انت كنزي وطلع بس انت الاكل من الاكياس دي وحطها في الاطباق بتاعت البيت على السفرة. طب ليه ما كنت سبت كنزي معايا وارص في الاطباق واطلع نار من بقي؟ بعدين ليه اكل في اطباق؟ ما العيال ياكلوا من العلب. ولا عشان بقى اغسل انا مواعين؟ لا، العيال لازم تحس ان ده اكل بيتي، ولما ترجع امهم يقولوا لها ان بابا طبخ لنا. طب ليه الكذب؟ يعني ايه النظريه؟ ما العيال كده كده مداريين عليك. ما هو الكذب لما يتقال وانت مصدق حتة منه غير لما يبقى الموضوع كله كذب في كذب. الشيطان عندما يتحدث. انا برضو مش قادر افهم ايه المشكله ان المدام تعرف ان انتوا يعني بتجيبوا اكل من بره. ما هو ده كان واحد من اسباب خلافاتنا، كانت دايما تطلب وانا ارفض، وهي لو عرفت ان انا بطلب طلبات من بره هتبقى مصيبه سودة ومش هتبطل هي بقى. انا نفسي اتصل بالست الغلبانه دي واقول لها على كل اللي انت بتعمله فيها. طب اعمل كده يا اخويا وانت مش هتشوف مني مليم احمر. ايه ده؟ لم بسرعه الحاجات دي، شيل الاكياس والاطباق دي. ايوه بسرعه. يلا خش داريهم جوه في المطبخ. ها بسرعه. حطهم تحت الحوض. ها تمام؟ تمام. اهلا. بابا اعمل لكم مفاجأة النهارده. اعمل لكم بسلة وفراخ. انا كنت عاوز ملوخيه يا موظف. بقول لك ايه يا هشام، انا كنت سايب بط بايت من امبارح، وديته فين؟ انتوا غسلتوا ايديكم قبل الاكل؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده، في حد من العيال ناقص؟ لا العيال كاملين، انا عارف عيالي كويس قوي. نور عندها درس في بيت صاحبتها نانسي. اهو. ومين هيجيب؟ مامي كانت بتجيب. هو كل حاجه مامي مامي؟ هو بابي ما بيعملش حاجه ابدا؟ لا بودي مصايف. ده انت في مكان مخصوص في الجحيم لامثالك يا صلاح. لا لا انت خدت عليا قوي، صلاح كده حف. انا اسف. لامثالك يا استاذ صلاح. فين بيت صاحبتها دي اروح اجيبها؟ لا يا اخويا انا اللي هروح اجيبها. خد. طبعا عشان تهرب من البيت. خد كنزي. هات. وتبطل رغي كتير لو سمحت، ماشي؟ بقول لك ايه، تعرف تعمل شكشوكه؟ ما تسيبني في حالي يا عم انت. ما تسيبني في حالي واللي انا فيه ارجوك. امشي. مش كنت تقولي لي ان عندك درس بعد المدرسه؟ ماما عارفه. بس انا مش عارف. ايه رد عليها. ايه يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، خلصتي الدرس؟ ايوه خلصت الدرس، هو راجع مع بابا في العربيه. ماشي، باي باي. مش بوي. نمشي؟ مش ادخل. عندكوا غسيل؟ اللي قدامك ده. طب رحمه ممكن تقومي تودي الغسيل الحمام؟ اشمعنى انا؟ هو انت عشان بنت مش عايزه تعملي اي حاجه؟ لا مش قصدي كده، قصدي اشمعنى انا يعني مش زينه. عشان عايزه اقول حاجه لزينه. ماشي، لما تخلص بقى يبقى لم الغسيل وحطه في الحمام بنفسك. خير، عايز حاجة؟ عندي درس اونلاين هيبدأ دلوقتي. والله درس زي بتاع امبارح كده. ما تكذبيش، لان رجعت امبارح السنتر وعرفت ان مفيش مجموعات اتقسمت. بصي، انا عارف ان على قد ما انت فرحانه باللي بتعمليه على قد ما انت خايفه من جواكي عشان بتعملي حاجه جديده. ثانيه واحده. فالاحسن انك ما تبقيش مخبيه على اهلك حاجه، عشان لو حصل مشاكل يلحقوا يساعدوكي. انت قصدك ايه؟ عايزني اقول لهم؟ لا طبعا. تخيلي كده لو ابوك اللي قفشك بدل ما انا اللي قفشتك امبارح، كان هيمشي ويسيبك عادي كده زي ما انا عملت؟ لا. اقول لبابي يعني؟ لا طبعا، ابوكي ده راجل متخلف. طب انت لخبطتني دلوقتي، اقول ولا ما اقولش؟ قولي لماما. الامهات بيبقى عندها سنس في الحاجات دي. طب ايه؟ درس هيبدأ ها؟ فقستي بقى. لا درس المرة دي بجد.
مصدقك. ماشي. اخر مره اجيب لك غسيل على فكره. ماشي يا اختي. ايه ده مامي بتتصل؟ الو. الو، اي مامي. ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه. بابا عندك؟ اه انا وبابي بنغسل الغسيل اهو. طب اديهولي. ماشي. خد مامي عايزه اكلمك. الو. الو. مين اللي عايز اتكلم؟ في ايه؟ قالت لي اديني ألو. بابا. الو. الو. مامتك اسمها ايه؟ داليا. ايوه يا داليا. ايوه كده. صوتك ماله؟ باكل. بتاكل وانت بتغسل؟ ما فيش وقت. امال مين بقى اللي بيجيب نور من الدرس؟ مين؟ نور مين اللي بيجيبها من الدرس؟ الو. الو داليا الشبكه ألو. وحشه مش سامعك. الو. الو. خدي اقفلي تليفونك ده ما يتفتحش. يوه بقى اشمعنى موبايل انا اللي يتقفل يعني؟ اسمعي الكلام يا هدى يا شعراوي. يبقى ماشي.